ماذا نقصد بمفهوم القيمة فلسفيًا؟ القيمة هي خاصية أو ميزة تجعل شيئًا ما جديرًا بالتقدير أو الاحترام أو الاعتبار. إذًا فالقيمة كنعنو بها شي حاجة اللي كتخلي حاجة تانية مهمة ومزيانة في عينينا، بحال إلا قلنا بأن الصدق قيمة، هذا كيعني بأن كل واحد كيقول الصراحة وكيكون صادق فهو كيبان في عينينا باللي هو إنسان زوين، وبالتالي فاحنا كنزيدو نحترموه ونقدروه. كنقولوا كذلك بأن العدل قيمة، علاش؟ لأن كل واحد كيتعامل بالعدل وكيعطي لكل واحد حقه، كنقولوا عليه باللي هو إنسان مزيان، وكنزيدو نحترموه ونقدروه. إذا لما كنقولوا بأن القيمة هي خاصية أو ميزة تجعل شيئا ما جديرا بالتقدير أو الاحترام أو الاعتبار، فهذا كيعني باللي كاينة شي حاجات عندها معنى كبير وكيخاصنا نقدروها ونحترموها، كالخير والصداقة والمحبة والحرية. دابا غادي نحاولوا أننا نجاوبوا على الإشكال التالي: من أين يستمد الشخص قيمته؟ هل هو غاية في ذاته أم مجرد وسيلة؟ غادي نبداو بأول أطروحة معنا اللي هي أطروحة كانت. يرى كانت أن الشخص يستمد قيمته من ذاته باعتباره غاية في ذاته وليس مجرد وسيلة، فهو كائن عاقل متميز بالعقل والكرامة والحرية، ويجب احترامه كقيمة مطلقة. القيمة عنده داخلية وليست خارجية، لهذا يجب معاملة الإنسان دائما كغاية وليس كوسيلة، فالشخص يمتلك قيمة مطلقة نابعة من ذاته. إذا كانت شنو كيبغي يقول لنا من خلال الأطروحة ديالو؟ كانت كيقول بلي الإنسان ماشي بحال الكرسي ولا التليفون اللي كنستعملوه ومع الوقت كنرموه، لا. الشخص عنده قيمة كبيرة، وهاد القيمة كتنبع من الداخل ديالو. علاش؟ لأنه كائن عاقل عنده كرامة وعنده كذلك حرية، وبالتالي فهذا كيخلينا أننا نزيدو نحترموه ونقدروه أكثر ونتعاملوا معاه كشخص كغاية في ذاته وليس كمجرد وسيلة اللي ممكن نحققوا بها المصالح والمنافع الشخصية ديالنا. دابا ناخذ واحد المثال ديال واحد الموظف اللي خدام في شي شركة أو مصنع. فصاحب العمل كيخاصو يتعامل معاه كشخص، يعني يحترمه ويقدره وما يتعاملش معاه كأنه وسيلة وآلة ممكن أنه يحقق بها المنفعة والمصلحة الشخصية ديالو. إذا القيمة الفلسفية ديال أطروحة كانت كتجلى من خلال تأكيده على كرامة الإنسان وبأن عنده قيمة مطلقة، قيمة ماشي مرتبطة بالآخرين وإنما قيمته نابعة من ذاته. علاش؟ لأنه متميز بالعقل والكرامة والحرية. ولكن النقص اللي كاين في الأطروحة ديال كانت هو أنه ركز بزاف على العقل، وبالتالي فهو ما عطاش قيمة كافية للعلاقات الاجتماعية اللي كيبني فيها الإنسان نفسه. وكذلك فكاينين مجموعة من الأشخاص اللي ما عندهمش العقل ومجانين، ولكن مع ذلك فما يمكنش نقولوا باللي هما ما عندهمش قيمة. دابا غادي ناخذوا ثاني أطروحة معنا اللي هي أطروحة غوستروف. يعتبر غوستروف أن قيمة الشخص لا تتحقق بالعزلة والانغلاق، بل بالانفتاح على الآخرين والتضامن معهم. قيمة الإنسان إذا نابعة من اندماجه وتعاونه داخل المجتمع، فالفرد لا يمكن أن يحقق إنسانيته إلا عبر المشاركة والعطاء للغير. الشخص يحقق ذاته من خلال التواصل لأنه لا يوجد بمعزل عن الآخرين. إذا الأطروحة ديال غوستروف كيبغي يأكد فيها بأن الشخص من الطبيعة ديالو أنه كائن اجتماعي، يعني كيعيش مع الجماعة، وبالتالي فهو ما يمكنش يعيش منعزل على ذاته، وهذا الشيء كيعني بأنه خاصو يتعاون مع الآخرين ويتضامن معهم. ومن خلال هذا التعاون والتضامن مع أفراد المجتمع فالشخص كيحقق القيمة ديالو، ومن هنا كتجي القيمة ديالو. إذا فقيمة الشخص بالنسبة لغوستروف كيستمدها من خلال الانفتاح على الآخرين والتضامن معهم، وليس من خلال العزلة والانغلاق على الذات. دابا خذ معايا واحد المثال ديال واحد اللاعب ديال كرة القدم، فإلا هو لعب بوحده في الملعب فما عمرها ما غادا تكون عنده قيمة كبيرة، ولكن إلا هو تعاون مع الفريق كامل فهنا فين كتبرز القيمة ديالو. إذا فالقيمة الفلسفية ديال أطروحة غوستروف كتأكد بأن قيمة الإنسان كتحقق من خلال المشاركة والتعاون مع أفراد المجتمع، وبأن الشخص جزء لا يتجزأ من الجماعة. ولكن النقص اللي كاين في هذه الأطروحة هو أن غوستروف كيربط قيمة الشخص بالآخرين، وكينسى بأن الشخص عنده قيمة داخلية حتى لو كان أنه عايش بوحده. دابا غادي ناخدو معنا ثالث أطروحة اللي هي أطروحة هيجل. شنو كيقول فيها؟ يرى هيجل أن الشخص يكتسب قيمته من خلال تفاعله مع الآخرين واندماجه في الجماعة، فالوعي بالذات لا يتحقق إلا عبر العلاقة بالغير. لذلك قيمة الشخص خارجية تتحدد بالاعتراف المتبادل. الإنسان لا يكتشف حقيقته إلا عبر صراع واعتراف الآخرين به،
فالقيمة هنا لا تنفصل عن المجتمع بل تتجسد داخله. إذا هيجل من خلال الأطروحة ديالو كيبغي يقول لنا بأن قيمة الشخص كيستمدها من خلال الجماعة ومن خلال الدخول مع الآخرين في صراع. من خلال هذا الصراع فالشخص كيحاول أنه ينال الاعتراف ديالو أو ينال اعتراف الآخرين به، وبالتالي فقيمة الشخص بالنسبة لهيجل يستمد من خلال اعتراف الآخرين به ومن خلال المجتمع اللي هو كينتمي ليه. إذا فالصراع بالنسبة لهيجل شرط أساسي لتحقيق القيمة الشخصية، لأن به الشخص كينال اعتراف الآخرين به وباللي هو موجود. دابا خود معايا واحد المثال ديال واحد الرسام اللي رسم لوحة زوينة بزاف، ولكن حتى واحد ما شافها. واش كتظن بأن هاد الفنان أو هاد اللوحة غادا تكون عندها قيمة كبيرة؟ لا. علاش؟ لأن الآخرين ما شافوش اللوحة وبالتالي فهم ما اعترفوش بها، ومادام أنهم ما اعترفوش بها فهذا كيعني باللي هي ما عندهاش قيمة. القيمة الفلسفية ديال أطروحة هيجل كتوضح باللي الاعتراف المتبادل أساسي باش الشخص يقدر يحقق ذاته والقيمة ديالو، ولكن النقص اللي كاين في هذه الأطروحة هو أن هيجل خلى قيمة الشخص رهينة باعتراف الآخرين به، وكأنه بدون وجود الآخرين ما غاداش تكون عنده قيمة، وهذا الشيء ماشي صحيح دائما.